شجرة الزقوم في القرآن العظيم، وهي شجرة خبيثة مرة كريهة الطعم، يكره أهل النار على تناولها، فهم يتزمقونه على شد كراهية، ومنه قولهم تزمق الطعام إذا تناوله على كره ومشقة. وشجرة الزقوم التي ذكرت في القرآن وهي شجرة التي تخرج في أصل الجحيم، بمعنى أنها تنمو في جهنم ولا تأكلها النار، وهي عقاب للعصاة والمكذبين، إذ أن مذاق ثمارها مر وهي قبيحة المنظر، ولذلك شبهها الله تعالى برؤوس الشياطين. وقال تعالى عليها في سورة الإسراء: والشجرة الملعونة في القرآن. وذكر ابن عباس: الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. وقال الله تعالى عليها في وصفها في سورة